السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متبعي إبداع التطريز مع مريم. إذا الدرس ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون واحد الرشمة سهلة، غادي نحاول ما أمكن نبسطها للبنات باش يخدموها في الجلال. اذا كما كتلاحظوا هاد الرشمه هذه غادي نستعمل فيها هاد جوج ديال الالوان في الورده. هذا غادي نخدم به العريشات بالنحاسي برونز، وهذا موف اللون ديالو 2121. هذا الخيط اللي غنستعمل، والورده غادي نخدمها هكا بديكرادي ديال الثوب. هذا غوز بيبي، انما هذا مغلوق عليه شويه. هذا 107 النمره ديال هذا 107. اذا كما كتلاحظوا الرشمه هي هذه. اذا ان شاء الله راه غادي ننزلها لكم في المنتدى ديال القناه، والرشمه هي هذه. وحتى اللي ما كتعرفش تدخل المنتدى يعني ما عليها انها غير دير بوز الفيديو ومن بعد تهز الرشمه. اذا نمشيو مع الخدمه ان شاء الله. اذا نمشيو على الخدمه. اول حاجه راني خدمت هاد العريشات هادو بطريقه ديال دقه دقه. هاد العريشات هادو راه ساهلين ما فيهم حتى شي صعوبه. اذا بسم الله. وهادو وريقات هادو غادي نخدمهم بالشكل ديال السبوله. باش غادي نخدمهم بطريقه مبسطه. اذا غادي نخدمهم بالنحاسي. من بعد غادي ننزل لتحت باش نخدم الجهه الاخرى. اذا نردوا معايا البال. هاد البلاصه هذه الجهه اليمنيه غادي نخدمها مايله لجهه اليمين، وغادي نحاول نقسم العرض ديال الغرزه حتى ملي غادي نوصل للراس ديال الورقه. ومن بعد غادي نضوي المرمى وغادي نبدا هاد البلاصه هذه الثانيه نخدمها العكس. ما غاديش نخدمهم كلشي بالنحاسي. غادي نخلي شي وحدين غادي نخدمهم باللون ديال بالالوان باش غنخدم هاد الورده هذه. اذا هاد الرشمه هذه ممكن يستغلوها البنات حتى في التنبات، يعني غتخدم حتى في التنبات غادي تجي زوينه. يعني هذه ممكن نخدموها بالموزونه، ومن بعد هادو غادي نعمروهم بالعقيق المهرس، وهاد الاخر نخدمو هاد العروش نخدموهم بالزمرد. وبالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على النوع ديال الماكينه، دائما كنقول لكم اللي بغات تاخذ الماكينه تجرب الخدمه ديالها هي هو الاول باش تحكم عليها، لان ما يمكنش انا نحكم لك على لا مارك. والاغلبيه تيقول لي واش ناخذ القديم ولا جديد. الى اللي لقيت القديم يعني الاصلي ديال دوريجين ديال سانجير اولا ديال بروتي، هذاك غياخذوه بعينيه مغمضين. دوك راه ماركات زوينين والموديلات القدام. لان الموديل الجديد خصوصا في سانجير قليل فاش كيصدق، قليل اللي كيصدق ليها. لان كنشوف دائما البنات اللي كيتبعوا معايا ملي كيصوروا لي الماكين ديالهم قليل فاش كنلقى الماكينه ديال النوفو موديل ديال سانجير كتكون مزيانه. اذا بغيتكم تردوا لي البال في
في هاد الورده هذه. الطريقه باش غادي نخدمها، انا خدمت هاد البلايصه هذه لان غادي ندير الموف غامق، ومن بعد غادي ندخل عليه الديكرادي ديال اللون ديال الكتب. اذا نمشيو للخدمه ان شاء الله. اذا هذه راني خدمتها بتضوال المرمى، النص غنخدمو بتضوال المرمى والنص غادي نخدمو بلا تضوال المرمى باش تردوا معايا البال. كنظن حنا نكمل ديال الخيط ديال السورجي. هنا راني درت الخيط ديال الخياطه، ما درتش الخيط العادي. وبالنسبه للبنات اللي كيتقطع عليهم الخيط، يقلبوا هاد الكانيطه ديالهم اذا لقاوها مقموشه في هاد الحاشيه هادو في هاد البلاصه ديال هنايا، غتعرف بان راه المشكل غير من هذا. اذا نكملوا الخدمه ديالنا. راني عمرت السورجي، اذا ردوا لي البال. اذا كتشوفوا دائما الورده اللي الا كنخدمها بالخطفه، البديه ديالها كنعرض فيه الغرزه، يعني هاد البلاصه هادي في الاول كنعرض الغرزه، اذا هذه غادي تكون غنخدم هاد جوج هادو من غير تضوال المرمى. نحاول مع المبتدئات حتى هما باش ياخذوا باش اللي بغات تطبق هاد الرشمه هذه طبقها ان شاء الله. اذا هانتوما الطريقه باش خدمت هاد البلاصه هادي بلا تضوال المرمى. انما دائما التطريز عنده جماليه في تضوال المرمى. هذا دائما البنات اللي مازال ما تعلماتش تضوال المرمى، يعني تصبر تتعلم ليه، يعني ما تملش دغيا. اذا كما كتلاحظوا باننا راني كنضغط على اليسار ومن بعد كندور باليمين. هذه اسهل طريقه يتعلموا منها البنات. نحاول نخدم هاد الوريقات هادو باللون الموف. اذا هاد الطريقه ديال التطريز ما كيحتاجش تنبات كتير، يعني كديري غير تنبات خفيف وكتبان الخدمه. هاد الورده حتى هي غادي نخدمها باللون ديال الموف. هاني دائما كنضغط باليسار وكندور باليمين. كتشوفوا الورده الطريقه باش خدمها هي انها راها مقاده ومفينيه. اذا غادي نزيد ندخل اللون ديال الثوب. وهذا الوسط هذا غادي نخليه باش نعمرو بالنحاسي،
اذا لاحظوا معايا الطريقه باش غادي ندخل هذا اللون ديال الثوب. راه ساهل ما فيه حتى شي صعوبه. ردوا معايا البال هاد التقنيه هادي باش كنعمر. ملي كندور كنوصل هاد البلاصه هادي مجرد انني كنضغط وكنبقى نقلب المرمى هكا ونعاودها، يعني راه ما فيها حتى شي صعوبه ان شاء الله. نتوما كتشوفوا البرده. هنا غادي نخدم هاد الورق هانتوما كتشوفوا هاد الوريقات راه هادو ساهلين على تدوى المرمى، هادو ساهلين بزاف على تدوى المرمى. دائما كنخدم الجهه اليمنيه بوحدها، من بعد كنقلب المرمى، يعني ردي ليا البال بهذه الطريقه، من بعد كنقلب المرمى ونخدم الجهه الاخرى. هذا الدرس هذا راه كنت خدمت لكم هاد الطريقه هذه في البدايه ديال في الدرس الاول ديال التعلم اللي غادي يبداو به البنات. اذا هنا غادي نزيد السقلي، اذا هنا غادي ندير بحال شي خطوط رقيقين، نديرهم غير بالخياطه، ما غاديش نديرهم بالخطفه، يعني ما غاديش ندير العرض نهائيا ديال العراض. هادو درتهم غير فقط غير بالخياطه، ما درت لا عرض لا حتى حاجه. ومن بعد هنا غادي نبقى ندير ضربه بحال هادو، يكونوا بحال الا درت فيها عقيقات ولا حبيبات، يعني غادي يكونوا صغار.
اذا هانتوما الطريقه باش خدمتهم. وغيبقى لي مازال هذا العرش هذا غادي نكملو. اذا هنا غادي نحول مرمون نكمل هذا عريش هذا ونصور لكم الطرزه بالضبط الطريقه ملي غتكون فيها ان شاء الله، ونحط فيها شويه ديال الحجيرات باش تشوفوها في الاخير كي غادي تكون. اذا الرشمه هي هذه ملي كملتها، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. راني حطيت فيها غير هكا سيبورات في هاد الورده هذه الصغيره، وهاد الورده هذه الكبيره تشوفوا الطريقه باش خدمتها. دائما الخيوط يكونوا دائما غادي للمركز ديال الورده. اذا انا متاكده بان هاد الطريقه هذه غادي تجيكم سهله في الخدمه. وهاد الرشمه هذه راه كتجي في الجلابه، كتجي زوينه بزاف، واحد الجنب ديال الجلابه. ممكن حتى البنات اللي كيخدموا هادو بحال هكا في الطوب الابيض يعني يستغلوا هاد الرشيمه هذه. اذا كنتمنى ان هذا الدرس هذا او هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف. اذا الى فيديو اخر ان شاء الله.